هنحل مع بعض الأسئلة اللي على لغة البايثون على موقع جمال تك. هنبدأ من lesson 1. نبدأ نشوف الأسئلة المطلوبة مننا ونحلها. هندخل مع بعض على موقع جوجل، نكتب جمال تك، ندخل على الموقع. انت لو مش عامل ساين اب فهتسجل الأول وبعدين هتروح على كورسز. أنا مسجل هنا، بعدين هننزل على كورس البايثون اهو. هنشوف lesson 1 موجود في ايه. ندخل على exercise. أول حاجة بيقول لنا اهي كتابة برنامج بايثون لطباعة عبارة جمال تك. يبقى احنا عايزين نطبع كلمة جمال تك في لغة البايثون. ايه اللي بقى بيعمل كده؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. هنحل السؤال ده على موقع بروجرامز. هنكتب على جوجل بروجرامز. هنا ممكن ان انت تدخل على الموقع على طول، وممكن ان انت تختار اللغة اللي بنحل بيها على طول. هنا في لغات مختلفة، احنا هنختار البايثون لان احنا هنحل بايثون. نتأكد من ان هي بايثون كمان. نكبر الشاشة كده. عايزين بقى نطبع جملة جمال تك في الترمينال، الشاشة السوداء دي. هنعمل ايه؟ في لغة البايثون عشان نطبع حاجة احنا بنستخدم أمر اسمه print. في الأول لما كنا بنطبع بالسي والسي بلس بلس كان أمر الطباعة مختلف وشكل الشاشة نفسه مختلف. لو لاحظنا إن هنا هتلاقي مفيش مين، مفيش فانكشن، مفيش مكتبات بنستدعيها. البايثون سهلة جدا، بمجرد إن أنت تكتب الكود على طول هو بيفهم الكود وبيعرضه قدامك. فاحنا هنا الاختلاف اللي بين البايثون والسي والسي بلس بلس اللي كنا بنحل عليها في الأول، إن السي كنا بنستخدم فيها print f، والسي بلس بلس كنا بنستخدم فيها السي اوت. النهاردة في البايثون هنستخدم print فقط. احنا بمجرد ما نكتب هنا print يعني طباعة، وبعدين نفتح القوسين، وجوه القوسين هنكتب جمال تك، ومش ممكن نضيف سيمي كولون. أنا فقط بكتب الأمر وبعدين هندوس run. شوف هتبقى ايه معانا. فعلا طبعا جمال تك. تعالوا نرجع نشوف السؤال اللي مطلوب مننا، نتأكد إن أنا عملته صح. هنلاقي هنا إن أنا طبعت كلمة جمال تك مختلفة. المفروض أطبع تي كابيتال، فيجي هنا أخليها كابيتال بدل سمول. جمال تك. ندوس رن كمان، وكده طبع الأمر بتاعنا. وده كان الحل بتاعي. لو عندك حل مختلف ممكن تسيبه في الكومنت.